الناس وجمعوا لكم فاخشوا فزادهم
الذي وجهه لمتطوع المسيرة الخضراء يوم 5 نوفمبر 1975 بمدينة أبابيل. نبقى شعبي العزيز إلا شيء واحد، أننا علينا أن نقوم بمسيرة خضراء من شمال المغرب إلى جنوبه ومن شرق المغرب إلى غربه. علينا شعبي العزيز أن نقوم كرجل واحد بنظام وانتظام لنلتحق بالصحراء ولنصل الرحم مع إخواننا في الصحراء. كريمة أمينة الجدياني تعريف بحدث المسيرة الخضراء، ولتتفضل مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أحييكم بتحية الإسلام، أبناء التلاميذ، بنات التلميذات، أبناء الطلبة، أستاذي الكريم، أخواتي الفاضلات، الحضور الكريم، جنود الخفاء، بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحضور الكريم الذين لبوا الدعوة من تلاميذ وتلميذات وطلبة وطالبات وجميع الحضور، سميت بالمسيرة الخضراء. ثم المحور الثالث، أبرز محطات المسيرة الخضراء. المرجو الاستماع جيدا حتى تكون الاستفادة، لأننا ستتخلل هذا النشاط مسابقة ثقافية إن شاء الله تعالى. المرجو الاستماع. إذا مداخلتي سأبدأ بتعريف الحدث المسيرة الخضراء. المسيرة الخضراء هي ذلك الزحف العظيم لعدد كبير من المغاربة المشاركين في هذه المسيرة، نساء ورجالا وأطفالا وشبابا، إلى أقاليمنا الصحراوية التي كانت تحتلها إسبانيا. وهي مسيرة سلمية اتخذت من القرآن الكريم سلاحا لها، ومن المصاحف الوطنية سلاحا لها لتحرير الأراضي المغتصبة. أبدأها جلالة الملك طيب الله ثراه ورحمه الحسن الثاني، وسهر على وضع أسسها وتنظيمها بغية تحقيق الأهداف المنشودة، وكان ذلك في اليوم 6 من نوفمبر من سنة 1975. المحور الثاني، لماذا سميت بالمسيرة الخضراء؟ سميت المسيرة الخضراء بالخضراء لأنها مسيرة سلمية لم يستعمل فيها السلاح، بل كان السلاح هو المصاحف والأعلام الوطنية. فعندما ألقى الملك الراحل رحمه الله جلالة الملك الحسن الثاني خطابه افتتحه بالآية الكريمة: فإذا عزمت فتوكل على الله. بعد عبور المشاركين الحدود الوهمية صلوا جميعا ركعتين وركضوا إلى الأمام يعانقون أراضي صحرائهم. الآن مع أبرز المحطات للمسيرة الخضراء، رجاء الانتباه إلى تاريخ هذه المحطات لأن ستكون فيها المسابقة الثقافية. أول محطة كانت يوم 16 أكتوبر 1975. ذلك الحسن الثاني رحمه الله عن تنظيم أكبر مسيرة سلمية في التاريخ من أجل تحرير الأقاليم الجنوبية للمملكة. المحطة الثانية كانت يوم 23 أكتوبر 1975 وتم فيها
المتطوعين والمتطوعات من كل مدن وقرى المملكة في اتجاه جنوب المملكة. المحطة الثالثة كانت يوم 5 نوفمبر 1975 خاطب فيها الملك الراحل جلالة الملك الحسن الثاني في المشاركين في المسيرة، وهذا ما قاله في خطابه المعهود: شعبي العزيز، غدا إن شاء الله سنخترق الحدود، غدا إن شاء الله ستنطلق المسيرة. المحطة الرابعة وهي كانت يوم 6 نوفمبر 1975 أعلن فيها جلالة الملك طيب الله ثراه ورحمه الحسن الثاني مبدع المسيرة الخضراء المظفرة انطلاق هذه الملحمة التاريخية حوالي الساعة 10 صباحا. المحطة الموالية 9 نوفمبر 1975 أعلن فيها الملك الراحل أن المسيرة الخضراء حققت المرجو منها، وطلب من المشاركين العودة إلى نقطة الانطلاق وهي مدينة طرفاية. أما المحطة الأخيرة فكانت يوم 14 نوفمبر 1975 وقع فيها المغرب وإسبانيا وموريتانيا اتفاقية استيعاب المغرب بمقتضاها أقاليمه الجنوبية، وأقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. والآن أمرر الكلمة لأختي الفاضلة في تعريف حدث الاستقلال الأستاذة الكريمة الفاضلة خديجة الحرش، تتفضل مشكورة. شكرا للأستاذة أمينة على ما قدمته. بارك الله فيك أختي. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحييكم أيها الحضور بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطابت ممشاكم وتبوأتم من الجنة غرفا. في الحقيقة أنا جد سعيدة بتواجدي في هذه الساعة المباركة وفي هذا المكان المبارك الذي يسهر على العمل به الأستاذ العظيم الذي نكن له كل الاحترام والتقدير، ونشكره على الترحاب بنا في هذه المؤسسة الجليلة، ونشكره جزيل الشكر. نعترف بأن هذا الأستاذ أستاذ عظيم، ونطلب الله سبحانه وتعالى أن يطيل في عمره وأن يمتعه بالصحة والسلامة. نشكر الحضور الكريم كل واحد باسمه. فبعد أيها الحضور الكريم، في إطار الأنشطة الدينية والعلمية والثقافية، واحتفالا بالمناسبات الوطنية الخالدة التي ينظمها المجلس العلمي بتنسيق مع المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بالرحامنة، تأتي مداخلتي المتواضعة تحت عنوان ذكرى عيد الاستقلال المجيد. نعم أيها الحضور الكريم، يخلد الشعب المغربي قاطبة يوم 18 من شهر نوفمبر من كل سنة بكل مشاعر الفخر والاعتزاز ذكرى من أعز وأعظم الذكريات الوطنية في تاريخه المجيد، ألا وهي ذكرى عيد الاستقلال، احتفاء بنعمة الاستقلال واعترافا بالجميل لما قدمه أبو المقاومة المغربية جلالة المغفور له مولانا محمد الخامس طيب الله ثراه، وإلى جانبه آنئذ ولي عهده ورفيقه في الكفاح مولانا الحسن الثاني أكرم الله مثواه، من تضحيات جسام وحولهما الشعب المغربي.
حيث خاضوا جنبا إلى جنب معركة النضال في كل المستويات، وتحملوا في ذلك كل المصاعب والمحن من التضييق والإبعاد والنفي عن الوطن والأهل، وما زادهم ذلك إلا إصرارا على المطالبة بحقهم في تحرير بلدهم واستعادة سيادة الوطن وكرامة المواطن، وسلكوا في ذلك كل السبل مما أذاق المستعمر الأمرين، ولم يجد بدا من الإقرار بالحق لأهله، وعاد السلطان الشرعي إلى عرشه حاملا راية الحرية والاستقلال. فالاحتفال بذكرى الاستقلال فرصة لتقدير التضحيات الجسام التي قام بها أجدادنا من أجل تحرير الوطن، ومن أجل أن ننظر أيضا فيما يجب علينا أن نفعله من أجل استمرار هذا الاستقلال. والاحتفال أيضا يمثل لحظة للقيام بوقفة تأملية تستحضر تاريخ المغرب الغني بالأمجاد وبالمحطات المشرقة من أجل الذود عن مقدسات البلاد، ومناسب لاستلهام ما تزخر به هذه الذكرى من قيم سامية وغايات نبيلة لإذكاء التعبئة الشاملة وزرع روح المواطنة ومواصلة مسيرة الجهاد الأكبر وتثبيت وصيانة الوحدة الترابية للمغرب، وكذلك ربط الماضي التليد بالحاضر المجيد والمستقبل الواعد. فالحياة التي نعيشها اليوم ليست وليدة الصدفة، وإنما وراءها أعمال جبارة وجهود كبيرة سماها جلالة المغفور له مولانا محمد الخامس الجهاد الأكبر. فنعمة الاستقلال والمحافظة على نتائجها الطيبة على الوطن والمواطنين تستوجب منا أمورا كثيرة نذكر منها: أولا أن نشكر الله تعالى على هذه النعمة وغيرها من النعم الكثيرة استزادة من فضله الذي لا غنى لأحد عنه. ثانيا أن نشكر من أجرى الله تعالى تلك النعم على يديه مولانا محمدا الخامس ومولانا الحسن الثاني وشهداءنا الأبرار الذين قدموا الغالي والنفيس دفاعا عن بلدهم وأبنائهم والأجيال التي تليهم، وذلك بذكرهم الجميل وتثمين تضحياتهم العظيمة من أجلنا نحن. فما نعيشه أبنائي اليوم من الأمن والاستقرار أثر من آثار تلك البطولات الجسيمة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. يبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن شكر الله تعالى المنعم على عباده بالنعم الجليلة المختلفة مقرون بشكر من أجرى الله تعالى تلك النعم على يديه. ثالثا الدعاء لهم والترحم عليهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رابعا المحافظة على المكتسبات، فإن من شكر النعمة المحافظة عليها والذب عن حياضها، وذلك بالسير في ركاب مولانا أمير المؤمنين جلالة محمد السادس حفظه الله، والإسهام في جهوده الكبرى التي يبذلها بلا كلل ولا ملل، كل من موقعه ومسؤوليته وحسب استطاعته وخبرته. فلا يبخل أحد عن إسداء النفع لأمته تعبيرا منه عن شكره لله تعالى ولمن أجرى سبحانه النعمة على أيديهم، وبذلك نكون قد حققنا العبودية لله تعالى بالشكر والصبر
وأدينا بعض الواجب علينا تنسهروا حراسا للثغور حماة للحمى، وكل من ساهم في تحقيق الرخاء والرقي للوطن فجزاهم الله عنا أحسن الجزاء وأجزل لهم المثوبة وحسن العطاء. إن فائدة الاحتفال بالمناسبات سواء كانت هذه المناسبات دينية أو وطنية أو غير ذلك هي أن الإنسان عندما يعود إلى التاريخ، عندما يعود إلى الماضي، فإنه ليس من باب الاستئناس به وليس من باب الإعجاب به ولا حتى من باب البكاء عليه، وإنما من باب أن يستفيد الإنسان دروساً في الواقع الذي يعيشه من أجل أن يبني المستقبل الذي يطمح إليه. وأترككم إخواني أبنائي مع الدروس والعبر المستفادة من المناسبتين العظيمتين المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال مع الأستاذتين الكريمتين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحسن الله إليك وبارك في علمك وجزاك الله خيرا. والآن نمر إلى الفقرة الموالية لاستخلاص الدروس والعبر والدلالات مع الأستاذتين الفاضلتين الأستاذة ناعمة الشافي والأستاذة لالا زهور قاسم، حفظكما الله ورعاكما وزادكما علما بكما، فاللهم اجعلنا من الذين قال فيهم الله تعالى في سورة الأحزاب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. ونشكر الأستاذ الفاضل الغالي على قلوبنا مدير مدرسة التعليم العتيق سيدي هشام، ونشكر الحضور الكريم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين الهادي من أراد به خيرا من عباده إلى أقوم السبيل. أحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، حمدا لا نهاية لعدده، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأفاضل الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لنا وقفة تأمل مع حدث عظيم وذكرى جليلة غيرت مجرى تاريخ المغرب المعاصر. المسيرة الخضراء دروس وعبر. المسيرة الخضراء دروس وعبر. ننطلق من قول الله عز وجل: وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. سورة إبراهيم الآية 7. وإن من أيام الله عز وجل يوم 6 من نوفمبر سنة 1975 ميلادية. هذا اليوم يمثل حدثا غير مجرى التاريخ المغربي المعاصر. ذلك اليوم الذي انطلقت فيه المسيرة الخضراء المضفرة لتجمع شمل الأمة المغربية وتوحد صفوفها وتسترجع أقاليمها. وكلنا نعلم أن المحتلين لبلدنا وللبلاد الإسلامية لم يكن له من هم سوى التشتيت والتفريق والإضعاف، وذلك لنهب الخيرات
وإضعاف القدرات والتمكن من الاستغلال الطويل الأمد من غير حسيب ولا رقيب. لكن الله سبحانه وتعالى قلد لهذا البلد الحبيب مجاهدين شجعانا وملوكا أفدادا ضحوا بالغالي والنفيس من أجل تحرير البلاد وتوحيدها. نقف اليوم أيها الأفاضل وقفة تأمل لهذه الذكرى الجليلة لنستلهم أهم الدروس والعبر والفوائد المأخوذة منها، وهي كثيرة وعديدة. أول هذه الدروس أستخلصها من اسم هذا الحدث العظيم، اسمها المسيرة الخضراء، وهي ليست بمسيرة حمراء، أي لا سفك للدماء فيها. كذلك ليست مسيرة سوداء، لأن أهلها ليسوا من أهل الظلام ولا الظلمات، وهي رمز للسلم ورمز للأمن والأمان. كان الهدف منها تحرير الأقاليم الجنوبية وصلة الرحم بالصحراء المغربية وسكانها الأصلاء الذين حافظوا على الولاء لبيعتهم لملوك الدولة العلوية الشريفة. ثاني هذه الدروس أن هذه الأمة فيها خير كثير وعاطفة دينية متأججة واستعدادات قيمة هائلة وطموح عظيم إلى الوحدة وحماسة وطنية خالصة واستعداد منقطع النظير لخدمة الأمة وقضاياها الكبرى. فما إن سمعت هذه الأمة المغربية هذا النداء الداعي إلى الوحدة من قبل ملكها الحسن الثاني رحمه الله، حتى هبت إلى الاستجابة له والسير خلفه والتضحية بالنفس لجمع شمل البلاد وتوحيد صفه. فالأمة المغربية تنعم منذ قرون بنعمة التلاحم ونعمة التآخي ونعمة الترابط، وستظل كذلك بإذن الله عز وجل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. ثالث هذه الدروس وهو أن هذا البلد الحبيب لا يمكن له أن يحقق شيء يذكر أو يشكر إلا بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فكلما اشتدت المحنة ونزل البلاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر الأستاذ الفاضل العلامة والفقيه سي عمر هشام مدير المدرسة العتيقة ببوشان، والشكر موصول للذين ساهموا في إنجاح هذه الصبيحة المباركة هؤلاء الشباب، ونتمنى من الله تعالى أن يصلحهم وأن يديم عليهم الصحة والعافية إن شاء الله تعالى. وأشكر أبنائي وبناتي العزيزات في هذه الصبيحة المباركة، وأتمنى أن تكون هادفة تربوية هادفة إن شاء الله تعالى. إذن نواصل هذه الصبيحة بالدروس والعبر من عيد ذكرى عيد الاستقلال المجيد. ومن هذه الدروس والعبر أولا المساهمة في تعزيز قيم المواطنة ونشر الوعي بأهمية الوحدة الوطنية في تحقيق الاستقرار والنماء للمملكة. ثم شكر الله تعالى على نعمة الأمن والاستقرار وعلى غيرها من نعمه
كثيرة استزادة من فضله تعالى التي لا غنى لأحد عنه، حيث قال الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم: ولئن شكرتم لأزيدنكم. صدق الله العظيم. ثم شكر من أجرى الله تعالى تلك النعم على يديه مولانا محمد الخامس ومولانا الحسن الثاني طيب الله ثراهما، وشهداءنا الأبرار الذين قدموا الغلي والنفيس دفاعا عن بلدهم وأبنائهم. ثم الدعاء والترحم عليهم لقوله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له. ثم ترسيخ التضامن والتلاحم بين مختلف فئات الشعب المغربي، مناسبة تمثل إرثا وطنيا مهما ينبغي الحفاظ عليه والعناية به وتثمينه واستثماره لفائدة الأجيال المستقبلية، وذلك في إطار مقاربة جديدة تهدف إلى ربط الماضي بالحاضر. استحضار الأحداث الوطنية التاريخية يشكل مناسبة للائتلاف والاجتماع وحشد الهمم وتقوية أواصر الانتماء إلى الأوطان وإبراز مشاعر الفخر والاعتزاز بهذا الوطن العزيز على قلوبنا جميعا، والتي امتزجت بأرواح ملوكنا وأجدادنا وآبائنا. ولولا هذا الحدثين العظيمين لما اجتمعنا بكم جميعا ولا ما عرفناكم. أليس كذلك أبنائي الأعزاء؟ نعم. إذا نلتقي في هذا اليوم المبارك وفي هذه البقعة المباركة بهذين الحدثين المناسبين، بهذا الحدث العظيم، كي نتعرف، كي نعرفكم ونأتي من قريب إلى وشان لنراكم هذه الصبيحة المباركة. أولا تعزيز الهوية المغربية لمغاربة العالم في ظل الاحتفالات المخلدة لذكرى المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال المجيد. وأبرز في هذا الصدد إمارة المؤمنين تقوم بدور محوري في حماية الهوية الإسلامية المغربية والحفاظ عليها في ظل التحديات الفكرية والثقافية التي يفرضها العالم الحديث، باعتبارها ركيزة أساسية لتوحيد المغرب حول القيم المشتركة، سواء كانوا داخل الوطن أو في دول المهجر. ضرورة تقديم نعمة الاستقلال والحفاظ عليها في المساهمة الإيجابية في المسار التنموي لوطننا العزيز.
الله.